السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نوع من الغلط يا جماعة مش بيبان زيه زي الغلطات التانية. لا هو صريخ ولا ضرب ولا عقاب ظاهر، لكنه بيكسر الولد من جواه بهدوء مؤلم. بيكسر صوته، ثقته، ونظرته لنفسه. الغلط ده هو لما الأهل من غير قصد يخلوا الطفل يحس إنه مش مهم، أو إن رأيه ما يتحسبش، أو إن مشاعره مبالغ فيها ومش مستاهلة. الولد الصغير بيتخلق على الفطرة، فطرة نقية ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني هو بيتولد على طبيعة سليمة، عنده استعداد يكون شجاع، صادق، قوي، محبوب. بس الغلط في التربية هو اللي بيشوه الفطرة دي بالتدريج. تخيلي لما الطفل كل ما يتكلم يتقاله: اسكت، ما تفهمش، ما تقولش رأيك، انت لسه صغير. بيتعلم إن صوته ملوش قيمة، وبيكبر هو فاكر إن أي رأي يقوله ممكن يضحكوا عليه أو يرفضوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إحنا مسؤولين مش بس عن أكله وشربه، لكن عن نفسه وقلبه وثقته بنفسه كمان. في أمهات من غير ما ياخدوا بالهم بيسفهوا أولادهم عشان يحمسوهم. تقوله مثلاً: أنت عمرك ما هتعرف تعمل كده، وهي فاكرة إنها كده بتشجعه يثبت نفسه. بس هي في الحقيقة بتكسر دوافعه وتزرع جواه صوت يقول: أنا فاشل ومش هعرف أعمل حاجة أبداً. القرآن بيقول: وقولوا للناس حسناً، يعني الكلمة الطيبة واجبة حتى مع الناس العادية، فما بالك بولدك اللي بيتغذى نفسياً على كلامك. الكلمة ممكن تبني جبل من الثقة، وممكن تهده في لحظة. نظرة سخرية، ضحكة استهزاء، أو مقارنة جارحة كفيلة تخلي الطفل يسكت العمر كله. والغلط مش بس في القسوة، أحياناً الغلط في الحماية الزيادة كمان. لما الأم تفضل تقول: ما تطلعش لوحدك، ما تتكلمش، أنا هتكلم عنك، هي بتاخد منه تدريجياً فرصة يعتمد على نفسه، وبيكبر ضعيف متردد مستني دايماً حد يقوله اعمل ما تعملش. تربية الولد القوي مش معناها نخليه عدواني، ولا نسيبه يعمل اللي هو عايزه، لكن نعلمه يعتمد على نفسه ويثق في قراراته، زي ما ربنا علمنا في القرآن: وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاور الصحابة، مع إن وحي ربنا بينزل عليه. وده درس لكل أب وأم. شاور ابنك، اسمعه، خليه يحس إن رأيه ليه قيمة. الولد اللي بيحس إن صوته مسموع هيطلع راجل مسؤول، محترم، ثابت. لكن اللي طول عمره بيسكت هيطلع ضعيف، تابع، ومهزوز من جوه. هدي، في الحلقة دي من الغلط إيه؟ هنكشف مع بعض الغلطات اللي بتخلي ابنك ضعيف الشخصية، وإزاي تصلحيها خطوة بخطوة. هنتكلم بصدق وبحب، وهنرجع نربي أولادنا زي ما الإسلام علمنا، برحمة ووعي وكلمة طيبة. تعالوا نقول بقى بصراحة، إيه الغلط اللي بيخلي الولد شخصيته تضعف؟ إيه اللي بيخلي ابنك يبقى ساكت، متردد، كل حاجة يخاف منها، ومش قادر يقول لأ حتى لو اتظلم؟ في الحقيقة السبب مش في الطفل، السبب في البيئة اللي اتربى فيها، في الكلمة اللي اتقالت له، وفي النظرة اللي خلت قلبه يتهز. واحد، الإهانة المتكررة. أول وأخطر حاجة بتكسر شخصية الولد الكلمة الجارحة: غبي، كسلان، ما تنفعش، أنا زهقت منك. الكلمات دي بتعمل جوه الطفل زي شروخ صغيرة، ومع الوقت تبقى كسور في الثقة بالنفس. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني حتى بين الكبار ربنا نهانا عن السخرية أو الإهانة، فما بالك بطفل صغير كل كلمة بتتخزن في ذاكرته زي وشم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما أهان طفل، ولا حتى عبر عن غضبه بكلمة تقلل من شأن حد. كان دايما يقول الكلمة الطيبة اللي تفتح القلب. اتنين، المقارنة. من أكتر الأخطاء اللي بتهد شخصية الطفل المقارنة المستمرة. شوف ابن خالتك عامل إيه؟ ليه مش زي أخوك؟ الكلمة دي بتقتل الدافع، وبتزرع في قلبه إحساس إنه دايماً مش كفاية. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، وقال: ولقد كرمنا بني آدم. يعني كل طفل مكرم ومميز في نظر ربنا.
بس إحنا اللي بنخليه يحس إنه أقل. 3. الحماية الزيادة. في أمهات من كتر خوفهم على أولادهم بيخنقوهم بحبهم من غير ما يقصدوا. ما تطلعش لوحدك، ما تردش، أنا هخلص لك الموضوع. فتبقى النتيجة إيه؟ الولد يعتمد عليها في كل حاجة، ولو غابت يتلخبط ومش عارف ياخد قرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو طفل: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف الجمال، النبي بيكلم طفل بس باحترام الكبار، بيغرس فيه التوكل والقوة من بدري. 4. السخرية من الطفل. أوقات الأم أو الأب بيضحكوا قدام الناس على تصرف ابنهم الصغير، يفكروا إنهم بيهزروا، لكن الطفل بيتكسف جدا وبيترسم جواه إحساس إنه سخيف أو عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، يعني حتى أبسط فعل له قيمة، فما ينفعش نقلل من شأن تصرف أو رأي لطفل حتى لو بسيط في نظرنا. 5. السيطرة الزايدة وعدم الاستماع. لما كل قرار في البيت بيطلع من الأب أو الأم والطفل ما يسألش ولا يستشار، بيفقد إحساسه إنه مسؤول أو عنده رأي. ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر نبيه: وشاورهم في الأمر، يعني الشورى منهج رباني، فما بالك بتربية ولد محتاج يحس إن صوته مسموع. الخلاصة: كل مرة بتسكتي ابنك أو بتمنعيه من التجربة أو بتسخري من خوفه، انتي بتعلميه خاف أكتر. لكن لما تسمعيه وتشجعيه وتثقي فيه، هتلاقيه بيقف قدام الدنيا بثقة وهدوء. القوة مش إن الولد ما يخافش، القوة إنه يعرف يخاف ويكمل. عارفين يا أمهات، كل مرة بتنزلي رسايل منكم بتقول: زهرة، عايزين حكايات ستو، احكي لنا تاني من حواديت زمان. وأنا مبسوطة قوي إنكم بتحبوها، لأن ستو مش مجرد ست كبيرة بتحكي، دي كانت مدرسة تربية من غير ما تقرأ كتب، كانت تربي بالعين الحنونة والكلمة اللي فيها حكمة. النهاردة هحكي لكم 3 حكايات من حكاياتها الجميلة، كل واحدة فيها درس مهم جداً عن قوة الطفل وثقته بنفسه، وعن الغلط اللي ممكن يكسرها من غير ما نحس. الحكاية الأولى، حكاية الوردة والريح. ستو كانت تقول: يا بنتي، الولد زي الوردة، لو الريح شدت عليه جامد هيتكسر، ولو الريح ما لمستوش خالص هيدبل، لكن لو الهوا لمسه بلطف هيفتح وينور الدنيا. كانت تحكي عن حفيد صغير اسمه سعيد، كل ما يحاول يرسم أو يلعب أمه تصرخ: غلط، كده مش صح، لحد ما بطل يحاول خالص. وفي يوم راح لسته وقال لها: أنا غبي يا ستو. فابتسمت وقالت له: لا يا حبيبي، أنت مش غبي، أنت بس محتاج ريح أهدى مش عاصفة. الولد لما سمع الكلمة دي رجع يرسم تاني وبدأ ياخد ثقة في نفسه، وده المعنى اللي كانت ستو دايما تردده: الاحتواء هو اللي بيخلي الطفل يتفتح، مش الصريخ. الحكاية التانية، رغيف العيش المخمرش. ستو كانت بتحب العجن، وفي يوم خلت حفيدتها هالة تعجن معاها. العجينة ما خمرتش، فهالة زعلت وقالت: أنا السبب، شكلي خبازة فاشلة. ضحكت ستو وقالت لها: الخميرة كانت بردانة، مش انتي الغلطانة، بس شوفي يا هالة، العجينة لو سبتيها تاخد وقتها هتخمر وتطلع أجمل رغيف. الولد كده بالظبط، مش كل حاجة لازم تطلع صح من أول مرة، في وقت لازم نسيبه يجرب ويغلط ويتعلم، ولو كل مرة نقدناه أو ضحكنا عليه هيتجمد زي العجينة البردانة دي. ربنا سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان بطبعه مستعجل، بس إحنا كأهل لازم نعلمه الصبر والتدرج، مش نحكم عليه بسرعة ونحط عليه لفتة فاشل. الحكاية التالتة، الطيارة الورق. كان في طفل صغير اسمه كريم بيحب يعمل طيارات ورق، بس كل مرة الطيارة تقع قبل ما تطير. في كل مرة أبوه يزعقله: ما عندكش موهبة، خلاص سيب اللعب ده. لكن ستو
كانت تاخد الطيارة وتقوله طب تعالى نشوف الريح رايحة فين، تغير اتجاه الخيط وتساعده يشدها بهدوء، وفجأة الطيارة تطير في السماء. ابتسمت وقالت شايف؟ كل اللي كنت محتاجه مش اللي يشدك جامد، اللي يفهمك تمسك الخيط صح. الحكاية دي كانت دايماً ترددها لما تشوف أم بتزعق لولدها وتقول المربي الشاطر مش اللي يمسك الخيط بإيده، المربي الشاطر اللي يعلم ابنه إزاي يمسكه بنفسه. المغزى من حكايات ستو: الثقة في النفس مش بتنزل فجأة، دي بتتبني كل يوم من كلمة طيبة، من نظرة احترام، من فرصة تجربة. زي الطيارة الورق، كل ما الطفل يحس إنك وراه بتسنده كل ما يطير أعلى. فخليكي دايماً النسمة اللي بتساعده يطلع، مش الريح اللي تكسره. عارفة يا حبيبتي، بعد كل الكلام اللي قلناه يمكن تحسي بذنب أو تفتكري مواقف وجعتك، بس عايزة أقولك حاجة من قلبي. الأم الصح مش اللي ما بتغلطش، الأم الصح هي اللي لما تغلط تتعلم. مفيش أم كاملة ومفيش تربية مثالية، لكن في أم واعية كل يوم بتجرب وتراجع نفسها وتصلح وتدعي، وده هو سر القوة الحقيقية. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. يعني البداية دايما من جواكي مش من ابنك. غيري نظرتك، طريقة كلامك وطريقة حبك، وهتشوفي أولادك بيتغيروا قدام عينيكي واحدة واحدة. طال. وخليني أقول دعوة من قلبي ليكي وليا ولكل أمة بتسمعني. اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين المتقين، اللهم ارزقهم الثقة فيك والقوة في الحق واللين في المعاملة، اللهم اجعلهم قرة عين لنا وستر وسند في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أزواجنا واهد قلوبنا وبارك في بيوتنا يا أرحم الراحمين. ولو حسيتي إن الكلام لمس قلبك النهاردة، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة من الغلط إيه، لأن كل حلقة فيها كلمة يمكن تغير نظرتك لنفسك أو لابنك، والتغيير دايماً بيبدأ بخطوة صغيرة وبإيمان كبير.